السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد في تحضير حلويات العيد. غنحضر معكم واحد الشكل رائع، حلوه بدون فرن وبثلاث مكونات فقط، وكتخرج لنا واحد الكميه وافره. نتمنى الوصفه ديالي ما تنال عجبكم، وندوزو باش نتعرفوا على مكونات الوصفه وطريقه التحضير. نبداو على بركه الله. عندي 700 غرام من الكاوكاو او الفول السوداني، كنحمروه في الفران وكنخليه حتى كيبرد مزيان. عاد كنحيد ليه القشره ديالو. يمكن لكم ديروا حتى كاوكاو رقيق كما كان، المهم بحال الكاوكاو الغليظ بحال الكاوكاو الرقيق، غير انا كنفضل الكاوكاو الغليظ على الرقيق، وانتم لكم الاختيار. غادي نقيه من القشور كامل. هنا من بعد ما نقيته من القشور كامل، وكنجيب الهاشوار وغنطحن فيها الكاوكاو. غيخلوه ما طحنوش مزيان، خلوه يعني طحنوه غير شويه، خلوه على شكل كاوكاو كونكاسي كما غندير لي انا هكا. يعني غادي نقدروا نخدموا به مزيان، وحتى في المذاق تيبقى مازال هذوك الكاوكاو يعني ماشي معجن وما عايدش يعني بحال الطحين، تيبقاو دوك الحبيبات ديال الكاوكاو. انا طحنته على هذا الشكل هكاك، باقيين فيه يعني على شكل كاوكاو كونكاسي، خليته شويه مهرمش. ويمكن لكم تخلوه يعني اكثر من هكا، تخلوه مازال غليظ اكثر من هكا. وغنحتاج في المكون ثاني كورن فليكس، عندي 250 غرام. خذوا هذا النوع اللي داير بحال شيبس. حاولوا تهرسوه غير كنهرسوه شويه غير بالكاس، او دوزوا عليه الدلاك، او يمكن لكم ديروا غير في بلاستيكه بهذه الطريقه وتهرسوه غير بيديكم، هو يعني سهل. وكنجيب واحد البول هو فاش غادي نخلط المكونات. وغنخلط هاد المكونات، هرستو بهذه الطريقه، ما كنهرسوش بزاف غير شويه. والمكون الثالث هو الشوكولات. صافي هادو هما المكونات ديال هاد الحلوه. عندي 420 غرام من الشوكولات، كندوبهم مع واحد نص كاس ديال الحليب. يمكن لكم تضيفوا معهم حتى معلقه ديال الزبده الا بغيتو. يا انا دوبت مع الحليب الشوكولات، دوبته غير مع الحليب صافي، ما درت لا زيت لا حتى حاجه. هنا كنخلطوا هاد المكونات مزيان حتى يتجانسوا لينا مع بعضهم. عاد كنضيف عليهم الشوكولات. كنخلطو مزيان. الا كان الشوكولات لكم قليل يمكن لكم تزيدوا، او الا بغيتو يكون فيها الشوكولات كتير بزاف يمكن لكم تزيدوا. هنا من بعد ما تجانس ليا الخليط كنخليه على جنب، وكنجيب هاد القوغتات ديال الحلوى. درت هاد الحجم الصغير، يمكن لكم ديروا الحجم اللي بغيتو او الشكل اللي بغيتو. كنكوروا الحلوى بهذه الطريقه، وكنديروا في قويغطات غير فاش نكونوا كنخدموها. فاش نكونوا كنكوروها كنضغطوا عليها مزيان باش ما تفرتتش لينا وتكون يعني شاده، حيت الخليط شويه تيكون كما كتشوفوا تيكون شويه مفرتت، ولكن غير كنضغطوا عليه مزيان صافي كيشد فراسو، حيت الشوكولات مازال دايب. هذاك الشيء علاش خصنا نضغطوا عليه مزيان، حيت غير كيقصح الشوكولات صافي كتشد لينا الحلوه. خصنا في الاول نخدموها مزيان.
كنخدموها بهذه الطريقه، يعني ما كتفرتش، تكون يعني شاده، ولو يعني الشوكولاط مازال يعني مازال ما قصحش، ولكن الحلوه يعني شاده. هنا من بعد ما كملت كاع الحلوه وكبرتها كلها ودرتها في قبيغطات، وكناخذ الشوكولاط مذوب وكنديرو من الفوق. انا ذوبته غير بوحدو، ما درت معاه لا زيت لا حتى حاجه، ذوبت غير الشوكولاط بوحدو، حيت الزيت الا درناها مع الشوكولاط ما كيبغيش يقصح لينا. وهكا غنستمر تنكمل كاع الحلوه ديالي بهذه الطريقه. هنا كملت كاع الحلوه، وكناخذ واحد اذكرني هذا كنقادو كندير فيه شوكولاط بيض، وكندير خطوط بهذه الطريقه. بالنسبه للشوكولاط ذوبته مع شويه ديال الحليب، الا ما متوفرش الحليب يمكن لكم ديروا معاه غير شويه ديال الماء. وكندير خطوط بهذه الطريقه، كتجي على هذا الشكل. وهذا الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. صراحه لا كتجي رائعه وبمكونات بسيطه، وكتخرج لنا واحد الكميه وافره. نتمنى ان شاء الله تجربوها في هذا العيد وتنال الاعجاب ديالكم. يعني حلوه سهله بدون فرن، وكنحضروها في الحين، ما كتاخذش معنا وقت، وحتى ما كتاخذش المقادير، يعني رخيصه وبسيطه وسهله في التحضير. كتجي على هذا الشكل. نتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. وصلنا لنهايه الفيديو. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه الا مازال ما مشتركينش، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. والا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا بارطاج مع الاهل والاصدقاء والاحباب. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم. الى فيديو قادم ان شاء الله ومع وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.